في ناس تديهم يرضوا، تقطع عنهم تبدأ اللوم والعتاب والمشاكل اللي بينك وبينه تظهر في العلاقة. في بعض العلاقات في حياتنا بتكون علاقات غير سوية، علاقات مرهقة، تبقى أنت بتتعامل مع حد طول الوقت لازم تدي وتعطي جامد علشان خاطر تفضل محافظ عليه، عايش حياتك تثبت انك بتحبه، تثبت اهتمامك ليه، تثبت انك كويس علشان ترضيه، تثبت انك انسان ناجح علشان هو يفضل موجود معاك في العلاقة. تفضل تعطي لحد ما تذبل، بدلا من ان تبذل في العلاقة، لا انت بتدبل، وكل ما تدي اكتر كل ما تدبل اكتر، لانك مرهق من كتر العطاء اللي لا يقابل بتقدير او عطاء متبادل. عشان كده الحكماء يقولوا لنا ان في بعض الناس كده علاقتنا معاهم إذا انقطع الإمداد انقطع الوداد. طول ما أنت بتدي وبتمد اللي قدامك بحاجات هو موجود وفي ود بينا، لكن أول ما تقطع الحاجة اللي أنت بتديها خلاص ينقطع الوداد. ودي إشارة كمان ربنا سبحانه وتعالى بيقولها لنا في القرآن عن بعض الناس: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. في ناس تديهم يرضوا، تقطع عنهم تبدأ اللوم والعتاب والمشاكل اللي بينك وبينه تظهر في العلاقة، لحد ما غالبا العلاقة دي بتنتهي أو بتفضل أنت عايش فيها وأنت الضحية في هذه العلاقة. لازم تكون واخد بالك في أي علاقة أنت موجود فيها إن القيم حتى لو كانت شيء جميل لكن هي مقيدة بقيد. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا مثلا على قيمة زي قيمة العفو. العفو قيمة رهيبة جدا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الإنسان اللي عنده صفة العفو دي بيبقى يعني شيء رائع جدا، وهي قيمة كبيرة تكفل الله بأجرها سبحانه وتعالى. ولكن لما تكون مقيدة بإصلاح، فمن عفا وأصلح، مش أي عفو يكون فيه أجر كبير. ليه؟ لأن أنت ممكن تعفو عن حد ظلمك لكن بتديله فرصة إنه يظلم بعديك 1 و2 و3، لأنك سكت عن الظلم، ما أصلحتش بعد العفو. تعرف خطأه اللي هو عمله معاك علشان ما يبقاش في فرصة إنه يعمل ده مع حد غيرك تاني، وبعد كده تقلل من العقاب أو تعمل اللي أنت عايزه. بس أهم حاجة العفو مقيد بقيد اللي هو الإصلاح. هتهتم بحد اهتم، بس اهتمام ما يؤديش لتدليل زايد، انك توصله لمرحلة انه يتعلم الكسل او يتعلم الاعتمادية على الاشياء. هتساعده في حاجة ساعده بقيد، هتحب حد حبه بقيد، زي ما سيدنا علي يقول: احبب حبيبك هونا ما. الحب مقيد والاهتمام مقيد والتضحية مقيدة والتنازلات في العلاقات مقيدة. اي حاجة حلوة بتديها لحد لابد ان تقيد بقيد، علشان اللي يزيد عن حده بيتقلب لضده وما تتقلبش لعلاقة خبيثة. يقولون عنها الحكمة: إذا انقطع الإمداد انقطع الوداد.